هلو انا دكتور خالد سرحان. هنتكلم النهارده عن الشتاء وقشرة الشعر. القشرة بتنتج من خلايا ميتة بشكل سريع ومستمر، وبتظهر على طريقة كتاتات بيضاء ملتصقة في فروة الراس. طبعا هيكون في منها انواع للقشرة: قشرة جافة، قشرة دهنية، قشرة فطرية. هنتكلم دلوقتي عن القشرة الجافة، وهي اكثر الانواع القشرة شيوعا بيناتنا. هتسبب لنا طبعا جفاف في فروة الراس ونقص العناصر الغذائية زي الاوميجا 3. القشرة الدهنية بسبب فرط الإفرازات الدهنية وتراكم الزيت والخلايا الميتة بفترة طويلة على فروة الرأس، وبتكون طبعا قشرة صفرة كبيرة وملتصقة بفروة الرأس وبتسبب لنا حكة. طبعا الفروة الدهنية أو القشرة الدهنية بيكون علاجها شامبو دهني خاص للقشرة. هنتكلم دلوقتي على ثالث حاجة وهي القشرة الفطرية. يبقى في شوية فطريات معينة موجودة وبتعيش في فروة الرأس بشكل طبيعي، بنسميها فطريات الملاسيزيا. وأحيانا الفطريات دي بتعمل تفاعلات التهابية كبيرة بفروة الراس وبتعمل لنا قشرة للشعر. طبعا هيكون لونها يا أصفر يا أبيض. برضو علاجها هيكون شامبو طبي وبيحتوي على مواد مضادة للفطريات. طبعا في أنواع تانية للقشرة لازم الدكتور هو اللي يشخصها. طبعا أحب أنوه، محدش يستخدم أي نوع مضاد أو شامبو من غير ما يكشف عند طبيب. ودمتم بخير.